يا أهلا وسهلا ومساء الخير. راح أعمل معاكم سلطة مكرونة سهلة وسريعة. حنبدأ بالصوص. عندي هنا لبن زبادي، وحضيف له عفوا هذه لبنة وهذا لبن زبادي، لبنة ولبن بكمية متساوية. عندي هنا مايونيز بالفلفل، وممكن تضيفي خردل. تمام. وعندنا ملح وفلفل أسود، خيار مخلل مقطع، وعصير ليمون. هذه كده مكونات الصوص، راح أخلطها مع بعض. راح أضيف مكرونة مسلوقة أي شكل أو أي نوع من المكرونات، فاصوليا حمراء، فلفل رومي، ذرة، زيتون أخضر وزيتون أسود، كشمبة. الكشمبة اختياري، ممكن تضيفي بذور الماش المسلوقة، وممكن تضيفي كشمبة اللي هي بذور الماش المبرعمة، وممكن تستغني عنها برضو عادي. عندي هنا بروكلي مسلوق. راح أخلط كل المكونات سوا. بكل بساطة سلطة المكرونة راح تكون جاهزة بمجرد تخلطي دي المكونات مع بعض، ولا أسهل ولا ألذ. طيب السلطة هذه ممكن تقدميها مع تونة، تحطي فوقها تونة وتتاكليها بالعافية. ممكن مع دجاج مشوي، دجاج مقلي بالقلاية الهوائية. ما تبى تضيفي دجاج، تاكليها كده لذيذة. وممكن تضيفي لها زبيب، يعني إذا أضفتي لها زبيب، يعني أتوقع مع الزبيب الشيء الوحيد اللي يمشي دجاج مو تونة، يعني أنا كده ذوقي. وخلاص، أطعم سلطة مكرونة ممكن تذوقوها، تنافس المطاعم. ممكن تضيفوا لها جبنة مبشورة وجوز. الإضافات هذه كلها حسب رغبتكم.